يسعى فريق الخوي القطري لتحسين موقعه في جدول الترتيب لدوري نجوم قطر. يأتي ذلك بعد خروجه خالي الوفاض من ربع نهائي دوري أبطال آسيا على يد غوانزو إيفرغراند الصيني. إلى التفاصيل. مهمة صعبة تنتظر فريق الخويا حامل لقب دوري نجوم قطر لموسمي 2011 و2012. تركيز فريق العاصمة القطرية منذ مطلع الموسم على منافسات دوري أبطال آسيا كان السبب الأساس لتراجع ترتيبه في الدوري العام إلى المركز السادس. أما من ناحية أخرى فيبقى الجانب المشرق بمسيرة الفريق في بلوغه ربع نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى. في أول سنة شاركنا فيها في دوري الأبطال خرجنا من الدور الأول، وفي السنة الثانية وصلنا ربع النهائي. هذا يعني أن عجلة التقدم تسير بقوة. معروف أن أهداف أي فريق هي طويلة الأجل. ما أزعجنا في دوري الأبطال أن فريق غوانزو إيفرغراند كان قد لعب في دوريه المحلي 30 أسبوعا، وكنا نحن قد بدأنا للتو. 4 مباريات خاضها الخويا في دوري النجوم، 3 منها بعد خروجه من دوري الأبطال. وفي جدول النقاط يملك الخويا 5 فقط من فوز يتيم وتعادلين وهزيمة، ما يصعب بالتالي من مهمته في استعادة اللقب من خصمه فريق السد. هدفنا في دوري نجوم قطر أن نستعيد اللقب وبقوة. بدايتنا لم تكن موفقة، لكني واثق من قدراتنا. فريق الخويا والذي صعد لدوري الأضواء في عام 2010 يضم في صفوفه 11 لاعبا أجنبيا، كما أنه يعتبر صاحب أكبر ميزانية في عالم الكرة القطرية. الحمد لله. لا في تونس كثير هنا أغلب الحمد لله. معنا دخول معنا في تونس عايش، معنا العائلة تزورني كل الحمد لله، مستانس بالغربة. إذا كالمهر في الجماح يتقدم لاعب الخويا في مسيرتهم الكروية، فمن دوري درجة ثانية إلى لقب دوري النجوم، وبعدها لربع نهائي دوري أبطال آسيا. إنجازات حققها الخويا في فترة عاجز فيها كثير من فرق العرب حتى عن تنظيم صفوفهم. اسماعيل عبد الله، RT.